السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب تكونوا في افضل حال. يا رب تكونوا دايما في طاعة الله، ويا رب تكونوا كده راضيين ويبعد عننا الشياطين من الانس والجن. وباذن الله باذن الله باذن الله نتجمع دايما كلنا باذن الله في جنة رسول الله، في جنة الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشربنا من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا لذة النظر لوجه الكريم يا رب العالمين. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أنا النهاردة جاية لكم إن شاء الله بإذن الله بموضوع مهم جدا 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 وحلو قوي. وزي ما قلت لكم من الفيديو اللي فات إن إحنا عايزين نستغل الأجازة أحسن استغلال. وطبعا مفيش الاستغلال الأمثل إلا إن هو يكون في حب الله ورسوله، والاكتر من ان احنا نساعد نفسنا على حب الله ورسوله واتباع اوامره، ان احنا نطلع ذريتنا صالحه عشان تبقى لينا صدقه جاريه بعد موتنا، وكمان علشان يرزقنا برها وترزقنا برها، كمان عشان احنا مأمورين بكده واحنا اصلا مخلوقين عشان كده، لان طبعا دي حاجه هي من ضمن عباده الله، لان احنا مخلوقين عشان نعبده. طب نعبده بس؟ لا، ده احنا نعبده واللي مننا يعبده واللي مننا يعبده. فان شاء الله باذن الله احنا بيعين بعض وبنساعد بعض. بقول لكم على شويه افكار. انا مش خريجه طفوله ولا تربويه، بس انا عندي شويه حاجات جربتها في الشغل بتاعي او مع اطفالي، شويه افكار، شويه مشاريع صغنونه كده ساعدتني، ويا رب تكون فيها افاده ليك. اول حاجه هنبتدي ان احنا نعود ولادنا على الصلاه، وطبعا دي اهم حاجه. انا لا بدات بالصيام ولا بدات بقراءه قران ولا حتى حفظ قران، لاني اول مراتب الايمان طبعا الصلاه. وان عودتي ولادك ان هم يحافظوا على الصلاه، وان حياتنا ما تنفعش تعدي اصلا من غير صلاه، وان عرفتيهم ان احنا لما بنصلي ربنا بيريح بالنا، ولو عوزت اي حاجه في الدنيا لازم تكون مظبط مواعيد صلاتك ومظبط صلاتك، انت كده هتبقي حطيتي السلمه الاولى. تمام. اول حاجه وطبعا كلامي ده بعيد ابدا عن العنف، بعيد ابدا عن الضرب، بعيد ابدا عن التخويف اللي هو النار، ربنا هيموتنا، ربنا هيعذبنا، ربنا. انا ببدا معاكي من طفل سن 6 سنين لما فوق. طبعا تقدر ان انت تطبق الكلام ده على الاطفال اقل من 6 سنين، بس انا بكلمك على خاصه ان كانوا اولاد، لان الاولاد صعبه شويه في تعاملها ومش سهل ان انت تقنعيها بحاجه. وده طفل اي نعم هو فعلا جواه سليمه، جواه فطره سليمه هو مولود بيها، زي ما احنا كلنا مولودين بيها، ان هو فطرته محب للخير ومحب لربنا ومحب ان هو يعمل حاجه. بس مطلوب منك ان انت تشكلي السليم حته العجينه دي. هل هتقدر تشكليها بالضرب او بالعنف؟ لا. طب هتقدر تشكليها لو انت ما عندكيش حب استمراريه، ان انت بتتعبي بسرعه مع اولادك ومش قادره وتستندي لحته فكره ان لا ده هم اللي تعبيني وهم اللي مش سامعين الكلام، لا ده انا حاولت معاهم كتير بس ليه يا رب؟ طب انا عملت ايه في حياتي عشان اولادي يطلعوا فاسدين كده؟ الكلام ده انا بقوله لك بعدين. او ممكن تكون جربت مع اولادها موضوع الصلاه ووصلت لنفس المرحله اللي انا بقول لك عليها، اني بتقولي لنفسك ليه يا رب ولادي كده؟ طب انا ما انا بصلي قدامهم، طب ليه يا رب مش بيصلوا؟ طب انا تعبت، لازم كل مره اقول صلوا؟ ما ينفعش ان هم يصلوا من نفسهم؟ ما ينفعش. فتبتدي تتراجع وتاخدي خطوات لورا، وطبعا ممكن انت نفسك تزهقي وتتعبي فتاخدي وقت من الانقطاع. وقت الانقطاع ده هيتعبك اكتر ما انت واخداه عشان ترتاحي. تمام. انت بتستندي فكره ان هم لسه ما بداوش ان هم يتحاسبوا عشان هم ما بلغوش، فاحنا ممكن نقطع شويه، انا ارتاح والضغط النفسي اللي عليا يرتاح، وبرده ابقى شويه وابدا معاهم تاني من جديد. ده بيخسرك كتير، واولهم صحتك ونفسك. ليه؟ لان انت لما بتقطعي بتيجي تحاولي ان انت تبداي من جديد، هتبداي من اول خطوه تاني. لكن انت لو صبرتي على ولادك، صبرتي على ان انت تحببيهم في الدين مش تخوفيهم منه، صبرتي ان انت تحببيهم في ربنا. واحده سالت الدكتوره هاله سمير، قالت لها انا عايزه اعلم عقيده لاولادي، كمان عايزاهم يصلوا وعايزاهم يحبوا ربنا، عايزه افهمهم الدين صح. ابدا منين؟
اول حاجه قالت لها ايه؟ حببيهم في ربنا، بس تعيش حاجه تاني، انت حببيهم في ربنا وخلاص. فاحنا لما نيجي نتكلم على الصلاه اللي هو الطلب اللي ربنا طلبه مننا اول حاجه في اسلامنا وفي ايماننا بعد طبعا الشهاده، ما ينفعش ان انا ادخل في سكه عذاب. طبعا ده معروف ان اللي ما بيصليش طبعا ليه عذاب كبير، بس الكلام ده هيدركوه لما يجوا يكبروا شويه. لكن اما نبدا معاهم، بس مش قصدي بنبدا معاهم اول اسبوع اول شهر اول سنه، لا، انا بتكلم في البدايه. البدايه دي بتكون انت بتحاولي معاهم لغايه ما يبداوا يعني يفهموا الصح والغلط، لغايه ما يبداوا يبلغوا، لغايه ما يبداوا يتحاسبوا. ساعتها بنقول لهم اللهجه بتتغير شويه، لكن برضو مش عنف. اللهجه بتتغير شويه، بنبتدي نعرفهم ان في زي ما في جنه وفي حاجات حلوه، طبعا في نار، في عذاب، في حاجات ربنا بيزعل منها، ولما ربنا يزعل مننا فيها فمش هيسر لنا امورنا وكده. لما ندعي على اي حاجه احنا عايزينها ربنا مش هيستجيب مننا، مش هيقدر يحقق لنا اللي احنا طلبناه. بس ده في سن اكبر شويه، مش بكلمك على اول سنه، مش بكلمك على اول سنتين، لان احنا قلت لك احنا بادئين من 6 سنين. تمام؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال علموهم على 7 واضربوهم على 10. تمام؟ اول حاجه هنعملها مع اولادنا ان احنا بنحكي لهم عن ربنا وجماله وعطاياه. طبعا عندك منهج الاسماء الحسنى، اسماء ربنا الحسنى. عايزه اقول لك ان دي انت لو مسكتي اسم قريتي عنه، فهمتيه، قريتي قصص، قريتي المعنى، قريتي استشعرتيه، هتعرفي توصليه لعيالك صح. وده حاجه تستند ان انا بقول لك ان قبل ما ولادك يناموا مخهم بتتكون فيه الذاكره، وبتتكون في بيبقى عندهم مستوى سرعه الاستجابه اكبر. دي انت تقدري ان انت بلاش قصص. انا قلت لك قبل كده ان احنا ممكن نقول لهم قصص احنا مؤلفينها عن الطبع، عن الاخلاق، عن كل ده، بس عايزاكي تتكي اكتر على الحاجات اللي انت بتحاولي ان انت تعلميها. يعني مثلا الصلاه، فانت بتجيبي لهم قصص من القرآن على اول طفل صلى، اول من مثلا ربنا، يعني تديهم الحاجات دي بس في صورة يعني كقصة قبل النوم. تمام؟ فبنبتدي ان احنا الاسماء الحسنى لله نمسك اسم منفصل، كل اسم ياخد معاك 2-3، كل يوم بنقول لهم نبذة مختصرة، يعني كربع ساعة كده بنقعد. برضو احنا مش عايزين نزهقهم عشان ما يزهقوش. تمام؟ وبين الاسم والاسم مثلا ممكن تقولي لهم قصة عادي مضحكة، اللي هو الثعلب لما دق على الباب والكلام ده كله، يعني لان هم في الاول وفي الاخر اطفال. اهم حاجة انا جايه لك عشانها النهارده، مش كل الكلام ده انت كله ده انت عارفاه، بس انا بذكرك بيه. بس انا جايبه لك حاجة سحر، وحاجة هتريحك جدا وهتفرحك جدا، وهو ده. يا رب تكونوا شايفينه. انا هصوره وهنزله، ممكن وهحطه صورة مصغرة الفيديو كمان، هحطه في اخر الفيديو، هصور فيديو كده لوحده وهحطه في اخر الفيديو. يا رب ان شاء الله باذن الله تحاولي ان انت تستفادي منه. تمام؟ دي ايه؟ دي شجرة. تمام؟ مكتوب هنا شجرة الصلاة الشهرية. تمام؟ شجرة الصلاة الشهرية. ثواني هعدلك الكاميرا علشان ممكن تجيبيها احسن شوية. دي بنات الشجرة او يعني او يا رجالة الشجرة اللي انت ممكن ترسميها لاولادك او تاخديها سكرين شوت وتروحي تطبعيها وتكتبي عليها اسم ابنك كده من هنا من فوق. تمام؟ وتستخدميها يعني زي ما انا هقولك. اولا دي شجرة الصلاة الشهرية، دي شجرة الصلاة الشهرية. هنا كل غصن كبير يعني اسبوع، كل غصن صغير يعني يوم، وكل ورقة يعني صلاة واحدة. تمام؟ تمام. يعني ايه؟ اقولك هنا بادئه معانا من بداية الشجرة.
هنا الاسبوع الاول، الفرع الكبير ده كله ده اسبوع، ويبدأ معانا من اول فرع اللي هو ده اول يوم السبت. السبت، الحد، الاثنين، الثلاث، الاربع، الخميس، الجمعة. كل فرع عندنا ده يعتبر يوم. تمام. تمام. طيب دي احنا هنا مكتوب على يعني تعليمات على جنب ان احنا نلون دي باللون الاخضر لو الاطفال صلت الصلاة في وقتها. طيب ونلون هنا اللون الاصفر لو الصلاة اتأخرت علينا، بس برضو احنا مش بنسيبها، لا احنا بنصليها برضو. تمام. طيب احنا عندنا قلب هنا في كل يوم عندنا قلب، انت لو تلاحظي وتاخدي بالك منه. تمام. القلب ده ايه؟ القلب ده ثمرة اليوم، عمل خير. ايه هو العمل الخير؟ ممكن تنفذي كلمة، حاجة ماما طلبته مننا، ممكن نقول لبابا حاضر، ممكن ان احنا نجاهد نفسنا وندي نفسنا مثلا ان يوم كامل نختبر فيه نفسنا ان اي كلمة او اي طلب بابا او ماما يطلبوه مننا نقول عليه حاضر وننفذه في وقتها. ممكن كمان لو احنا بناخد مصروف حلو ان احنا نطلع جزء منه لاي حد محتاج في الشارع، بس طبعا لازم يبقى معانا ماما او بابا لان دلوقتي حلفة الخطف كترت كتير. تمام. حاجات زي كده. ممكن نتصل بتيتا نسلم عليها نقول لها بحبك، نقول لها وحشتيني، نقول لها كلمة حلوة. ممكن نسأل على عمته، نسأل على خالته، نسأل على كده، نقول لهم ان دي اسمها صلة رحم، وصلة الرحم ربنا وصانا بيها. فدي طبعا تعتبر من الصدقات، والصدقات كمان اللي بتزود الرزق. تمام. بس المهم ان الشجرة دي كلها، الورقة دي اللي هي الشهر، هي عبارة عن شجرة فيها الاسبوع الاول، الاسبوع الثاني، الاسبوع الثالث، الاسبوع الرابع. الشجرة ليها 4 فروع اللي هي الاسابيع. كل فرع ليه 7 غصون اللي هي الايام: السبت، الاحد، الاثنين، الثلاث، الاربع، الخميس، الجمعة. تمام. وزي ما قلنا ان احنا لو صلينا الصلاة في ميعادها بنلون باللون الاخضر، لو الصلاة فاتتنا بس صليناها نلون باللون الاصفر. تمام. والتفاحة الحلوة دي ان احنا نعمل حاجة ترضي ربنا اللي هي عمل خير، وبعد كده نلونها باللون الاحمر. تمام. تمام. نفضل بقى طبعا الاطفال في السن ده بتحب التلوين وبتحب الرسم، بتحب الحاجات الحلوة دي. تمام. فاحنا نبتدي نعمل ايه؟ ان احنا نخلي لهم يعني مثلا عندي محمد، عندي احمد، عندي علي، عندي فاطمة مثلا. انا هطبع الورقة دي، ويا سلام لو كمان طبعتيها كبيرة شوية ولزقتيها لهم في اوضه الاطفال بتاعتهم على الحيطة. تمام. حطيتي اللون الاحمر، اللون الاصفر، اللون الاخضر جنبيهم كده، علقتيهم بعلقة. تمام. تمام. ورحتي تقولي لهم ان يلا اللي يصلي صلاة يلون، اللي يصلي صلاة يلون. وبعدين في اخر كل اسبوع هنشوف اكتر واحد لون اللون الاخضر ليه جايزة صغنونة. وما انصحكيش ان الجايزة بتكون مادية، مش حلو ان هي تكون مادية، مش حلوة قوي. تمام. ممكن مثلا نفسه في اكلة نفسه فيها يطلبها والبيت كله ياكل على ذوقه. ممكن خروجة معينة، بس يعني خروجة مش كبيرة قوي، لان طبعا عايزين نخلي الحاجات الكبيرة شوية نخليها للشهر مش للاسبوع. تمام. بس هو ده الفيديو الحاجة اللي انا كنت عايزة اوريها لكم. تمام. تمام. طيب في كمان عندي هنا، بصوا ده شكل تاني للجدول. لو مش عايزة تعمل الفروع ده شكل تاني للجدول، وعبارة عن قصرية ورد طالع منها فروع. الفروع دي برضو ايه؟ الايام بتاعت الشهر. عندنا اليوم الاول واحد كده مكتوب: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. تمام. طبعا هنستخدم نفس الالوان اللي احنا اتفقنا عليها، او ممكن الوان تانية هما بيحبوها. ممكن كمان تعملي حاجة تانية حلوة قوي مع الاطفال، ان اللون اللي يصلوه يلونوه بلون هما بيحبوه، الصلاة اللي تفوتهم يلونوه بلون هما مش بيحبوه، قال يكن مثلا بني، لان معظم الاطفال بتحبش اللون ده. تمام. بس وبعد كده بعد اخر كل اسبوع
احنا بنبص على الصلوات اللي الاطفال صلوها وبنحصدهم، تمام. وبيبقى اكتر طفل صلى في الميعاد ده بيبقى ليه جايزة معينة او لعبة معينة او حاجة معينة، بحيث ان هو يفرح ويستمر في اللي هو بيعمله. واخواته لو قصروا شوية لا يبتدوا ان يبقى في بينهم تنافس، بس تنافس حلو. ابتدي ان انا اقول لهم قصة عن التنافس، وربنا قالوا في ذلك فليتنافس المتنافسون، وربنا بيفرح بالمناسبة الحلوة دي، قصدي بالمنافسة الحلوة دي اللي بتساعدنا ان احنا نرضي ربنا، وبتساعدنا ان احنا نعمل الحاجات الحلوة والحاجات اللي ربنا امرنا بيها، تمام. بس فاحنا دلوقتي عندنا زي ما انتم شايفين عندنا شكلين للصلاة. ممكن عشان العيال ما يزهقوش مثلا شهر ده وشهر ده، ممكن شهر ده شهر ده. شهر ده اللي هو الاسبوع اللي هو فروع الشجرة، شهر الوردة. وزي ما قلت لك تقومي طبعاهم في ورقة كبيرة او رسماهم انتي، وتحطيهم تعلقيهم كل ورقة كل واحد على سريره، فوق سريره، لازقاهم بدبل فيس. وتبتدي ان انت تعملي معاهم المسابقة الحلوة دي، والله العظيم هتساعدهم جدا. واوعي، وكمان ممكن عايزة تحفزيهم اكتر ان انت بتحطي ورقة فوق يعني كلهم مثلا في قبل ما يبداوا في الجداول دي او في الشجر او في الورد ده، قبل ما يبداوا كل واحد يكتب امنيته في ورقه، وامنيته دي بتتحط فوق كل الورقه اللي احنا بنلزقها فوق كل السرير، ولد من ولادنا. وبعد كده اللي هو علشان كل ما يبص للورقه يفتكر ان هو نفسه في الحاجه دي او هدفه عامه. فتبتدي ان انت تساعديه ان هو بص يلا يلا عشان بعد كده ننزل الورقه دي، بعد الشهر ننزل الورقه دي ونشوف الامنيه اللي انت فيها، وربنا ان شاء الله باذن الله هيبعت فلوس لبابا والحاجه دي ننفذها. بس طبعا بتبقوا قاعدين معاهم وتقول لازم برضو ان احنا يعني ما نرفعش سقف طموحنا زياده، وان لازم برضو الحاجه اللي احنا بنتمناها تبقى في مقدره بابا، وان احنا نقدر نعملها لكم، فاهمين؟ بس يعني فانا والله حبيت ان انا افيدكم بالحاجه دي. وكده انت هتشجع اولادك عن طريق لعبه هتيسر عليهم، هتشجع نفسك، هتيسر عليك. على فكره انا بقول لك حاجه انت ممكن تضحكي مني، بس والله العظيم انت ممكن تعملي لنفسك واحده وتحطيها كده، بس طبعا مش قدام العيال، او ممكن والله معاهم، لان انت اللي هو انت يلا 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 عشان انا رايحه اصلي ورايحه الون الفرع بتاعي، تمام. انت ممكن تعملي كده. يعني بصي عايزه اقولك ان في اخر الشهر هتلاقي ولادك بيصحوا، او في الوقت نفسه لو حد مثلا رايح مشوار، لا انا هصلي الاول عشان الون الفرع بتاعي وبعد كده اخرج. فهيبقوا عاملين حساب من غير ما هم يحسوا، هيبتدوا ان هم يتعودوا من جواهم ان الصلاه دي هم بيرتبوها، او يعني بيعملوا لها حساب في حياتهم، في مواعيدهم، في نومهم، في صحيانهم، في خروجهم، في كل حاجه، لغايه ما واحده واحده من غير شجر ومن غير ورود هم يبتدوا ان هم يتعلموا حاجه زي كده. بس ادي اللي هو انا مصوره لكم، اللي عايز ياخد الصوره دي سكرين شوت ويوديها للراجل بتاع المكتبه، او يرسمها هو لاولاده، يعمل كده. وربنا يا رب يخلي لكم ولادكم ويجعلها ذريه صالحه، ويجعلهم برين بينا. وان شاء الله باذن الله الفكره دي تعجبكم، وانا والله اتمنى ان هي تعجبكم، واتمنى ان هي تجيب نتيجه معاكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسيش ان انت تشتركوا القناه، وما تنسيش كمان ان انت تشيري الفيديو لاي اختك، بنت خالتك، بنت عمتك، اي حد، جيرانك، اي حد تعرف ان هو معاه اولاد وعايز يشجعهم على الصلاه. فكره حلوه قوي هتبقى. ويا ريت يا ريت يا ريت ان انت تشيري لها الفيديو عشان تستفاد من الحته دي، وانت كمان تاخدي الثواب وانا اخد الثواب، وكلنا ناخد الثواب. شيريه على صفحتك، على الواتس بتاعك، على صفحتك على الفيس، شيريه في كل مكان. والله كل ما تشيريه لو حد عمل ده ونفع معاه، انت كمان اجرك لا يقل عن اجري في شيء ابدا، لان انا قلت الفكره انت نشرتيها. شوفي كم حد ممكن لو انت نشرتيها كم حد ممكن يستخدمها، وانت كل ده حسنات جاريه، وانت اصلا قاعده في بيتك مش واخده بالك من اي حاجه،
ويعني مش في دماغك، وانت كل ده حسنات 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 شغاله عندك. ولو الفيديو عجبك ما تستخسريش فيا اللايك، وما تستخسريش فيا كومنت حلو منك، وما تستخسريش فيا يعني ان انت تشيري لي الفيديو على قد ما تقدر. بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.